السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا على خير ان شاء الله. طلبتوا مني انني نشارك معكم الطريقه ديال التونسي بين المسلول. جيت نشاركها معكم اليوم ان شاء الله. كنخلو واحد المسافه ما بين المسلول وفين غنخدموا التونسي. كنبقى نحسب، كنخرج بالخيط، كنخرج بالابره ديالي وكنحسب 12 مربع. في المربع رقم 12 كندخل الابره ديالي وكنحاول انني نتقف من لور الخيط، وكنبقى نطلع، كنمشي للعمود اللي حداه وكنبقى نطلع بخيط. كنبقى طالعه بخيط من التحت، وفاش كنوصل للفوق عاوتاني كنطلع تاني بخيط، كنزيد خيط، يعني باش كيجي على بشكل متدرج، باش كيجينا على شكل مثلث. كنطلع بخيط من التحت وكنطلع تاني كنزيد خيط تاني الفوق. كنتمنى يكون واضح ليكم. ما تدوش على البديه، حقاش كاين واحد الخيط ديال الحباكه تما حتى هو في اللون الابيض، داكشي علاش خلى داك الفرق تمايا. ما ديوش عليه. كيف ما كتشوفوا كنطلع بخيط وكنفوت بخيط تاني الفوق، كنبقى غاديه. كنحسب حتى كنوصل ل 13 عمود. 13 عمود على حسب القياس اللي دايره انا، يعني دايره انا ما بين السلان والسلان دايره قياس ديال 3 اونص، 3 سنتيم اونص. كنبقى غادي كيف ما كتشوفوا هكا حتى كنوصل 13 عمود وكنبدا ننزل. نفس العمليه اللي طلعت بيها غنحاول انني ننزل بيها. كيف ما كتشوفوا هنا قلت لكم كنحاول انني نحسب كيجي 13 عمود. ملي كنوصل لرقم 13 كنعاود نهبط تاني بخيط. باقا هنا مازال ما كملتش. دابا كنحاول انني نهبط بخيط باش كيتشكل ليا مثلث. كنتمنى البنات يكون واضح ليكم. كنبقى هابطه بخيط، خيط من الفوق وخيط من التحت.
كيف ما كتشوفوا كنبقاو هابطين حتى كنوصلوا لنفس المستوى اللي بدينا فيه، يعني نفس الكارول اللي ضربنا فيه المره الاولى، نفس المستوى، وكنبداو طالعين راجعين تاني، كنرجعوا نطلعوا الفوق.